السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم مع واحد القصة اللي زوينة بزاف، غتكون حتى هي بنينة فيها مذاق ديال شوية ديال الحبس. المهم هذا واحد الراجل لاباس عليه دار واحد الجريمة وهو يدخل الحبس، وهداك الحبس كاين فيه واحد الجزيرة، وهداك الجزيرة داير بها غير البحر. هذاك الراجل دوز واحد المدة في الحبس وخلى الثروة ديالو برا، بقى كيتحسر حيت ضاعت ليه ديك الثروة كاملة، حيت هو في الحبس ما مستافد من حتى شي حاجة. دوز واحد الفترة ويتعرف على واحد الحارس، بصح ولا كيدي معاه في الهضرة وكيجي معاه في الهضرة، ولا داك الراجل اللي لاباس عليه ولا كيدبر عليه كل مرة شنو كيعطيه. الراجل اللي لاباس عليه ويفكر في واحد الحاجة، قال علاش انا ما نمشيش على داك الحارس ونقول ليه يشوف لي شي لعيبة باش نهرب. مشى عند الحارس، قال لي بغيتك تعاوني. الحارس هو يقول ليه فاش نعاونك؟ قال لي انت صاحبي واي حاجه قلتها لي على الراس والعين. قال لي ما نخبيش عليك، انا راه باغي نهرب من هذا الحبس هذا، خاصك تشوف لي شي طريقه. الحارس بقى كيخمم وكيدور في راسو ويقول ليه راه ما كاينه حتى شي طريقه تهرب بها من هذا الحبس هذا بالخصوص. ويقول ليه ولكن كاينه طريقه. ويقول ليه الراجل اللي لاباس عليه اجينا بهاد الطريقه هذه. ويقول ليه خاصك تمشي مع هادوك الصنادق اللي كيديو الموجه والى مات شي واحد في هذاك الحبس. الراجل بقى كيفكر في هذيك الهضره ويقول ليه نفترضوا انني انا دخلت وداوني دفنوني، شكون اللي غادي يخرجني؟ ويقول لي الحارس انا غادي نشوفهم دفنوك بشي 10 دقائق 15 دقيقه، غادي نجي نحيد عليك التراب وتخرج انت حرا طليق. ويقول لي ولكن راه خاصك تدبر عليا مزيان. وداك الراجل اللي لاباس عليه طموح حتى هو، قال لي راه غادي نتهلا فيك مزيان، غير نخرج من هنا راه حقك هو الكبير. صافي حتى داك الحارس طمع، داك الراجل بدا كيامن بهذه الفكره هذه، كيقول غتصداق ما غاديش تصداق. المهم حتى هو امن بها وقرر يهرب. المهم دازت واحد 3 ايام 4 ايام، هذاك السيد هو يطلع الفوق فين كيحطوا داك الصنادق ملي كيموت شي واحد. غير دخل تماك مع الصباح ويلقى 2 ديال الصنادق محطوطين فيهم 2 ديال الناس، وهو يدخل في واحد واخا تخلع بزاف ولكن دخل. ومن دخل ليه ولا فيه الرعب، ولا داك السيد اللي لاباس عليه ولا خايف لواحد الطراجل اللي كبيره بزاف. تصوروا معايا تكونوا نتوما داخلين في صندوق وناعسين حدا واحد ميت، باش تحسوا مني انا وجبت راه قمه الرعب هذيك الساعه، وبالخصوص ما كانش عندك واحد الايمان اللي قوي. نرجعوا للقصه ديالنا. هذاك السيد بدا كيحس بان هذاك الصندوق بدا كيتهز شويه، بداو هابطين فيه في الدروج. الصندوق بدا كيتحرك شويه، كيسمع البيبان ديال الحبس كيتفتحوا والسوارش كيتقرقبوا. الراجل بدا كيطمئن شويه، كيقول انني راه خرجت من الحبس. واحد شويه بدا كيشم في الريحه ديال البحر، زاد طمئن. صافي وصلوا بداو هازينو العساسه وما يديو لواحد البلاصه، اول ما كيشوف والو ديك الساعه راه غير انا كنعاود لكم وصافي. ما علينا، بداو كيلوحوا عليه في التراب وكيشم الريحه ديال التراب. صافي غادي والنفس ديالو كينقص والظلمه كتزاد، حتى واحد شويه ما بقى كيسمع والو. ويبدا يقول في خاطرو شنو ندير الا ما جاش عندي هاد العساس هذا. بدات هاد الفكره كتراودو في الدماغ ديالو، ويبدا يقول لا 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 لا, لا. العساس يقدر يتخلى عليه انا كشخص، ولكن ما غاديش يتخلى على داك الفلوس وهداك الذهب اللي غادي نعطيه، ضروري ما غادي يجي.
صافي هذاك السيد بقى كيتسنى والنفس غادي كتنقص ليه وكيتخنق وكيعرك بزاف. صافي واحد شوي هو يشعل واحد الوقيده، علات ليه ديك الوقيده وخا من القله ديال التنفس اللي كاينه في هذاك البلاصه. المهم شاف بها الساعه ويلقى الوقت تعطل بزاف، وهو يتاكد بان الحارس ما غاديش يجي عنده كاع. هذيك السيد اللي لاباس عليه قرب يموت، وقع عنده واحد شويه ديال الفضول، شعل وقيده اخرى ويدور يشوف في الوجه ديال هذاك الميت اللي ناعس حداه. صدمه كبيره عليه، هو يلقاه العساس هو اللي ميت. المهم القصه ديالنا هنا كتسالي، وعمركم مش عولوا على شي واحد، عولوا على الله سبحانه وتعالى. بيس لكم كاملين الخوت. والصراحه القمه راه صعيب باش توصل لها، خاصك مجهود كبير، طيح وتنزل ان شاء الله غادي نوصلوا للقمه وكل شيء غادي يحقق داك الشيء اللي بغا، خاصو غير يصبر شويه. المهم كان معكم اخوكم ناتشو، بيس لكم كاملين الخوت وتهلاو ليا فرا.